اعرفش ايه. انا موجوده في شركه هي شركه التجميل الاوروبيه الاولى في مجال البيع الاجتماعي، يعني الشركه الاولى اوروبيا في التجميل. طبعا كلنا عارفين ان يعني اقوى واشرس منافسه في مجال التجميل بنلاقيها في اوروبا. اوروبا بقى فيها المانيا وفيها فرنسا، ودايما عارفين ان مش عارفه العطور، احسن عطور في باريس، واحسن مش عارفه ايه فين. فاحنا الشركه رقم واحد على اوروبا. فلما انا اقول الشركه رقم واحد على اوروبا، يبقى ما ينفعش حد يتقارن بيا، وما ينفعش حد يقول لي لا 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 اصل سعر المنتج. لا، احنا سعر المنتج بتاعنا منافس جدا جدا جدا. تمام. حياتنا احنا كمان جوه اوريفليم بتبتدي بقصه، ومهم جدا ان احنا نكون عارفين ان اوريفليم بتدينا شويه حاجات لذيذه قوي. ليه مش بتقلب؟ ثانيه واحده. حياتك جوه اوريفليم بتبتدي بقصه، ومهم كمان جدا ان احنا نكون بنشجع ناسنا كلها ان هي تعمل البدايه المثاليه. زي ما حضراتكم عارفين، مين هنا 21% واعلى؟ انا انا طب وانا عارفين وانا كمان. عارفين وانا كمان ليدر كلاب وانا الشهر ده كمان لما هنعمله ونعمل 20 شهاده هناخد بدايه مثاليه، اعضاء هيحصل هديه معانا ايه؟ هناخد هديه اعضاء من الشركه. ماشي. ومين فينا مركز في الليدر كلاب بتاعه وبدأ يزق في الشهادات؟ انا عملت تقريبا اكتر من حاجه و40 شهاده. برافو. بس ناس داخلين السنه دي، ها؟ ايوه، لا داخلين الشهر واخدوا ده. الشهادات الشهر ده. ايوه الشهر ده. اوكي تمام. نركز بس ان احنا ندخل عندنا على الريبورت اللي موجود ونتاكد ان احنا عاملين ال 20 شهاده. تمام. الاعضاء بقى اللي هتتوزع، الميزه بتاعتها المره دي ان هم هيتوزعوا في نفس لحظه دخولهم، فده هيبقى سهل جدا عليكم ان انتوا هتتابعوهم من اول ما يدخلوا. ليه بنقول ان احنا لازم نركز في البدايه المثاليه، وليه عاملين عليها هديه زي دي، هديه قيمه جدا جدا طبعا اللي هي الاعضاء؟ لان البدايه المثاليه اثبتت نجاحها، ودايما الانطباعات الاولى بتدوم. فانا لما بحافظ ان في بدايه تحصل للعضو الجديد بشكل مظبوط، اكيد العضو هيكمل معايا ان شاء الله. تمام. طب البدايه المثاليه دي اتجربت في مصر بس ولا متجربه بره؟ هي اتجربت بره قبل ما تبتدي تتجرب في مصر. اتجربت مثلا زي لما شفنا في فنلندا، لقينا ان 240% كملوا برنامج الترحيب اكتر من النسبه الاولانيه. يعني لو قلنا مثلا ان بيدخل 10000 عضو، كان 1000 منهم بيكملوا برنامج الترحيب، لا ال 10000 بقى في منهم 2400 بيكملوا برنامج الترحيب. تمام. في 220% مبيعات اعلى في ال 90 يوم الاولانيه. يعني لو كان متوسط مبيعات العضو مثلا في العادي 1000 جنيه في الشهر، بقت 2200 جنيه. في كمان 650% نسبة إدخال أعضاء جدد أعلى. يعني لو أنا كنت بدخل وخلاص، لا أنا بقيت بدخل وبدخل عندي متوسط 6.5 شخص. يعني ممكن يبقى حد عامل 7، وممكن حد عامل 6، وممكن حد عامل 5، وحد عامل 12. بس لقينا إن الناس بتدخل أعضاء بشكل أعلى. كمان في إنجلترا الأرقام كانت قريبة من ده، وده أكيد لو دل على حاجة هيدل قد إيه الموضوع ناجح جدا. أستاذة أسماء المهدي، حضرتك رافعة إيدك في سؤال؟ تمام. اوكي. بنلاقيه فين؟ بنلاقيه من خلال الموبايل اوفيس. كل اللي بنعمله ان احنا ندخل على الموبايل اوفيس، وهنلاقيه ببساطة جدا عندنا على الموبايل. وانا كعضو راعي كمان هيبدأ يظهر لي كل حاجة زي ما انتم شايفين. العضو الجديد بيبتدي يخلص الخطوات كلها لغاية ما بياخد الشهادة الجميلة اللي احنا عايزين نجمع منها، زي الشهادة اللي انتم شايفينها دي بتاعت احمد محمود. اوكي. انا كعضو راعي هدخل على الصفحه بتاعتي، هلاقي في عملي، هدخل على تقرير البدايه المثاليه، هدوس عرض التقرير، هيبتدي يظهر لي الناس. فالناس اللي بتقول ان هي عملت 20 و30 واحد، تبتدي ان هي تدخل وتتاكد ان الناس دي مسمع قدامهم ان الثلاثه محطوط قدامهم يس. نعم أستاذة نعم نعم. فاتن، سؤالي بس بعد إذنك، اتفضلي. إذا كان أنا لازم أكون عاملة ال20 شهادة ومعاهم نادي القادة، ولا ممكن ال20 شهادة بس؟ الاثنين. الاتنين لازم. اه. تمام. شكرا يا ونادي أستاذة القاده فاتن. على فكره الشهر ده سهل جدا. تمام. اوكي. تمام، متشكرة جدا. العافيه فندم. اوكي. اوريفليم فيها حاجات كتيره جدا بتميزها. زي ايه؟ احنا عندنا تقريبا 1200 منتج بيتباعوا يوميا. سوري، 1,200,000 منتج بيتباعوا يوميا. يعني ايه 1,200,000 منتج؟ يعني 1200,000 منتج. متخيلين العدد؟ يعني لو احنا بنقول مثلا ان هم هيتحطوا في مكان، احنا محتاجين استاد كبير جدا عشان يتحط فيه ال1,200,000 منتج. دول بيتباعوا يوميا. علشان الناس اللي بتقول لك منتجات ناقصه،
لكم ان تتخيلوا ان في 1,200,000 منتج بيتباعوا يوميا، عندنا ملايين من الاعضاء، كمان عندنا احنا الشركه رقم واحد زي ما بنقول في مجال البيع الاجتماعي على مستوى اوروبا. كمان اوريفليم بتصرف 1.1 مليون يورو على الاعمال الخيريه، وده رقم على فكرة كبير جدا. كلنا عارفين النهارده اليورو لو بنتكلم في البنك حوالي عامل 35 جنيه، لو بنتكلم بره حوالي عامل 45 جنيه. ف ده رقم كبير جدا ان تكون الشركة بتصرفه على الأعمال الخيرية، وده لو دل على حاجة برضو يدل على ان هي شركة مهتمة بكل حاجة. احنا على اكتر من 55 سنة خبرة، وكمان اكتر من 60 دولة. اوكي، فخلينا كده ناخد شوية أسئلة ونشوف الإجابات، نشوف مين مركز معانا. أين ومتى تأسست أوريفليم؟ مين هيجاوب؟ 1967. 1967 فين؟ السويد. في السويد، برافو. طيب، ايه هي المكونات الثلاثة الأساسية للجمال؟ من الفلوس المنتجات يعني. والمتعة والجمال. ايه؟ اسلوب حياة صحي، ده اللي بتوفره اوريفليم. بتوفر لي كمان بشرة جميلة، خليني اعبر عن نفسي بشكل متميز. ايه هي فئات المنتجات اللي موجودة عندنا في اوريفليم؟ النوفاتش. منتجات النوفات، للبشرة عناية بالبشرة، والعناية بالشعر البشرة والعناية والشعر بالجسم. والجسم. بشرة وجسم وشعر، منتجات علاجية. تمام. ايه تاني؟ الويلنس. البرفيوم والميك اب. مستحضرات التجميل، كمان العطور. ايه تاني؟ منتجات الأطفال. منتجات الأطفال. طب نشوف الإجابة ايه. عندنا منتجات العناية بالبشرة، العافية اللي هي منتجات الويلنس، مستحضرات التجميل الملونة اللي هي الكوزماتكس او الكالرز بتاعتنا اللي هي الميك اب بتاعنا. كمان عندنا الاكسسوارات، وعندنا منتجات العناية بالشعر. اوريفليم موجودة في كام دولة؟ اوريفليم موجودة تقريبا في اكتر من 60 دولة. منتجات اوريفليم بتتطور فين؟ بتتعمل في السويد. عندنا كام عضو؟ عندنا ملايين الاعضاء، حوالي 3 مليون عضو بيطلعوا بينزلوا، فممكن يكون بنوصل ل 2.5 مليون على طول. اهم حاجه ان كل واحد فينا لازم يكون عارف ايه الدافع بتاعه، إيه اللي مخليه جوه اوريفليم، وايه اللي بيخليه يبقى محافظ على وجوده جوه اوريفليم. لان انا من غير هدف عمري ما هعرف اكمل. خلوا بالكم من حاجه يا جماعه، شغلنا على ما قد ما هو لذيذ، على قد ما هو مش سهل. هي مش سهله بس مستاهله. فلازم نكون مركزين ان احنا عندنا حاجه نفسنا نعملها. زي ما بقول من الاول، انا نفسي اجيب تكييف، انا نفسي اجيب عربيه، انا نفسي اجيب نفسي اجر شقه، نفسي وات ايفر. انا نفسي في ايه من ورا اوريفليم؟ انا لازم يكون عندي هدف انا نفسي اوصل له مع اوريفليم. عشان اعرف اوصل للهدف ده، محتاجه ان انا اطلع في خطه النجاح الجميله بتاعتنا بمساعده الساربيو وبمساعده اكاديميه اوريفليم كمان. طب ندخل على الساربيو اللي هو السوشيال ساربيو، وهو نظام سهل جدا ان احنا نكرره، لانه زي ما قلنا جاي من خبرات الاعضاء، فهم عارفين بالظبط ايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا وتشجع معانا. تمام. كل شغلنا كده عامل زي العجلة. يعني ايه عجلة؟ يعني شغلنا عامل زي التروس اللي بتحرك بعضها او بتشد بعضها. فعندنا الهيكل بتاع العجلة، السلسلة بتاعت العجلة، الجدون، الجنزير بتاعها، العجلات نفسها او الطارات بتاعتها. اي جزء من دول هينقص الشغل، العجلة هتعرف تمشي كويس؟ للأسف لا لا. طبعا. حلو. زي ما كل نشاط من الأنشطة اللي احنا بنعملها جوه البيزنس بتاعنا مهمة جدا ان هي تكون موجودة. بس احنا ايه الأنشطة اللي بتاعتنا بقى اللي ممكن تساعد العجلة بتاعتنا ان هي تجري بقى، مش ان هي تمشي بس؟ اول حاجه الانشطه بتاعتنا زي الاجتماعات، التدريبات، والحاجات دي كلها. تقسيم الادوار بيننا وبين بعض، مفيش حد بيعمل حاجه لوحده. انا كعضو راعي بعمل حاجات، انا كعضو جديد بعمل حاجات، انا كمانجر بعمل حاجات. محدش فينا شغال بطوله. عندنا ادوات الشركه بتقدمها زي الحملات، زي المكافآت، زي الشيكات، زي السفريات. حاجات كتيره جدا اوريفليم بتقدمها علشان تخلي الموضوع طول الوقت سخن، وتلاقي دايما طول الوقت حاجه بتحركني ان انا اروح على الخطوه اللي بعدها. كمان عندنا الأساليب اللي احنا ممكن نشتغل بيها، وكمان عندنا التواصل، وده من أهم الحاجات اللي ممكن تساعدنا. خلوا بالكم، الشركة لو عملت مهما عملت وفي الآخر مفيش تواصل، ده عمره ما هيوصلنا إن احنا نكبر مع بعض جوه اوريفليم. ليه؟ لأن التواصل هو السر. يعني النهارده مثلا احنا كنا لسه بنتكلم من شويه على الليدر كلاب. لو حضراتكم، احنا عملنا احلى ليدر كلاب في الدنيا، وعملنا احلى مسابقه، وهنوزع اعضاء وكل حاجه، بس ما وصلنا لكوش المعلومه.
حد هيعملها؟ محدش هيعملها. احنا ما عملناش حاجه في الاخر. احنا ظبطنا السيستم وقلنا للسيستم ان انت هيتحط لك اسامي ليدرز هتبتدي توزع على اساسها اعضاء والى اخره، وفي الاخر انا ما عملتش اي حاجه لاني ما وصلتش الموضوع للناس. تمام. فالتواصل ده حاجه مهمه جدا جدا علشان العجله بتاعتي تمشي وتجري كمان. اوكي. 70% من الاعضاء الناجحين شغالين بالساربي، ودي حاجه اكيد مهمه جدا. كمان اوريفليم كمان اوريفليم بتساعدنا بحاجات كتير، زي ان هي بتساعدنا بان احنا بتقدم لنا السفر، والسفر في اوريفليم متميز جدا لانه ما بندفعش حاجه وبنكون موجودين جوه الكوميونتي قوي جدا. بنسافر لكل العالم زي ما انتم عارفين. الناس النهارده موجودين في اسبانيا، في ناس عندنا موجودين في اسبانيا. كمان بننجح وبنتكرم في السفريات وفي الاجتماعات بتاعتنا. وزي ما انتم عارفين زي ما بنقول كده ايه، اوريفليم بقت بتتلكك ان هي ثواني. هو اوكي. قلب الفريق مستر محمود. مستر محمود. اوكي. طيب قلب الفريق يا جماعه، قلب الفريق ده من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا في اوريفليم. ليه قلب الفريق من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا في عنده اوريفليم؟ مشكلة لانه يا فاتن محمود في الكونكشن. في الكونكشن، صح. انا حسيت قلب الفريق اللي ممكن نشتغل بيها. بصوا يا جماعه، انا دايما بقول قلب الفريق دول كده عاملين زي ايه، دراعاتنا اليمين. كلهم دراعاتنا اليمين. ازاي؟ لانه انا عمري ما هعرف اكبر في شجرتي، وعمري ما هعرف كمان ان انا اخد مكافأة كويسة او ان انا احقق القاب الا اذا كنت شغالة بالكونسبت او بال بقلب الفريق. انا عمري ما هعرف اعمل كل حاجة لوحدي. تمام. فانا محتاجة يكون عندي في المجموعة من 3 ل5 اشخاص بيعملوا مستويات. الناس دي كل واحد فيهم شغال مع فريقه وانا شغالة معاهم علشان هم يكبروا. فلما هم هيكبروا انا كمان هكبر. عندنا زي ما بنقول أنشطة مختلفة لكل حد، يعني مش كل واحد مطلوب منه يعمل كل حاجة. فنخلي بالنا مثلا ان احنا في عندنا ناس حوالينا كتيرة جدا زي اصحابنا ومعارفنا والى اخره. الناس دي احنا محتاجين ان احنا نوصل لهم. فاول حاجة انا ببقى عضوة، بدخل ناس من صحابي ومعارفي و ودايرتي الداخلية ودايرتي الخارجية وصفحتي على الفيسبوك وصفحتي على أي أداة وشكل والواتساب بتاعي. كل الأدوات اللي ممكن أستخدمها بستخدمها علشان أدخل أعضاء. وفي الحالة دي أنا ببقى عضوة أو مستشار التجميل. خلاص بدأت إن أنا ادخل اعضاء، بدات ان انا اكبرهم. انا بقيت قلب فريق. لان انا ليه؟ لان انا حد مهتم بان هو بيدخل الاعضاء، وبدا ان هو يكون الشجره بتاعته. كبرت شويه كمان، بدات اعمل مستوى 12% زي حضراتكم كده. انا كده بقيت مديره. كبرت شويه كمان، انا بقيت قائد. فمهم قوي الجزء بتاع قلب الفريق ده. لو هو مش موجود، ان انا ببتدي الخطوه بتاعه ان انا بدخل اعضاء، انا عمري ما هقدر ان انا اوصل للخطوه اللي بعدها مانجر، ولا عمري هقدر اكون ليدر. وعايزه اقول لكم ان لو القائد بتاعي او المدير بتاعي مهما عملوا اجتماعات، تدريبات، حفلات، مهما عملوا، وفي الاخر انا ما فيش هنا قلب الفريق اللي بيجمع الناس واللي بيحركهم علشان يكونوا موجودين معانا في الاجتماعات دي، عمري ما هعرف اعمل حاجه، ولا عمري ما هعرف انجح باي نشاط موجود معايا في شغلي. تمام. في مزايا كتير ان انت تكون موجود في قلب الفريق، والمزايا دي بتحصل عليها لما تشتغل في قلب الفريق بشكل مظبوط. اول حاجه ان انت بتتعلم مهارات جديده. خلوا بالكم انه الكونسبت في قلب الفريق او الهدف في قلب الفريق بيكون موجود على ايه؟ موجود ان كل واحد فينا بيكون متميز في حاجه وكلنا بنعلم بعض. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في حاجات مثلا لما احب اسال عليها اونلاين ممكن اروح اتكلم مع باسم مثلا. باسم عايز حاجه على السيستم هيجي لي. انا عايزه اظبط حاجه في الكمبيوتر ومعصلجه معايا، هروح لشهيد. اوكي. كل حد فينا بيبقى فيه حاجه
عنده متميزة ممكن ان هو يساعد الباقيين ويعلمها لهم، ففي الاخر الفريق كله بينجح مع بعض. تاني حاجة ان يكون عنده اهداف واضحة وخطط وانشطة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا في قلب الفريق بتاع حضرتك، فانا محتاجة ان انا اوصل للتارجت بتاعي، ومحتاجة ان انا احقق حلمي واعمل المستوى بتاعي اللي منه هجيب حاجتي الشخصية برضو اللي انا عايزة اعملها، سواء هشتري حاجة لنفسي، هعمل حاجة لولادي whatever. فانا محتاجة ان انا حد يساعدني عشان اعرف اعمل الكلام ده. فانا هكون موجوده معاكي كقائد مع قلب الفريق، ان انا اساعدك، احط لك اهداف، وان انا اشوف انت محتاجه تعملي ايه، تدخلي اعضاء قد ايه، تكلمي الناس ازاي، تتكلمي ازاي مع الاعضاء الغير نشيطه الى اخره، لغايه ما بكل الانشطه تقدري ان انت توصلي تحققي التارجت بتاعك. بتاخدي تدريبات اكيد، بتكون نموك اسرع لان موجود معاكي فريق بيساعدك. كمان بنعلمك ازاي ان انت كمان يكون عندك قلب فريق. واكيد فكره ان انا موجوده في عمل جماعي بيدعمني، دي اكيد حاجه قويه جدا. بس انا عشان اكون حد شاطر في قلب الفريق محتاجه اول حاجه ان انا اكون بشارك قصتي مع اوريفليم كل يوم مع 2 3 5 10. بحضر معاهم كل الاجتماعات والتدريبات، بشترك في كل الأنشطة اللي بيطلبها مني العضو الراعي، بوافق على كل حاجة العضو الراعي بيطلبها مني طالما هي الحاجة دي صح. وبعد كده بقدر من خلال ده كله ان انا انمو. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اكون قلب فريق مثلا مستر محمود، انا عارفه الشبكه عندك وقعت. خلاص مات؟ الحمد لله. لا خلاص، ده قلب الفريق بس انا عملته. خلاص حبيبي، خلاص يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب اتفضل اقعد. اتفضل في اوضه المسافرين حضرتك. تمام. معلش يا جماعه، معلش. احنا النهارده الخميس تقريبا وكلنا الحمد لله. علينا. ما ينفعش مثلا اكون قلب فريق يجي العضو الراعي بتاعي يقول لي انت مطلوب منك تدخلي اعضاء. معلش اصل انا مش فاضيه، معلش اصل ما عنديش نت، معلش اصل اهلي ما بيخرجونيش، معلش اصل ما بعملش اجتماعات اونلاين، معلش اصل ما بعملش اجتماعات اوفلاين. طب خلاص، طب انت قلب فريق ليه؟ انت عشان تكوني قلب فريق لازم تكوني بتنفذي الحاجات اللي بتطلب منك، لان النتيجه بتاعتها هتكون انه ان شاء الله هتحققي الحاجه اللي انت طالباها ان انت عايزه توصلي لها مع اوريفلام. وفي حاجه بنسميها رأس قلب الفريق او حركات قلب الفريق اللي بنفتكر بيها الحاجات اللي انت المفروض تعملوها. زي ثانيه واحده هيقلب حالا. شكل محمود دخل قرر على اللابتوب بتاعنا كمان. اوكي. اول حاجه ان هو بيشارك، بيحضر مع الناس، بيشترك في كل الأنشطة، بيوافق على كل الحاجات اللي بتطلب منه، وبعدين ده كله بيساعده ان هو يقدر ينمو. فالخطوات بتاعت قلب الفريق ان هو اول حاجه لازم يشارك قصته عن اوريفليم، تاني لازم يتكلم مع الناس عن قصته عن اوريفليم. خلوا بالكم يا جماعه، الناس بتحب تنضم للناس الناجحه، فانا لازم اكون ناجحه علشان اقدر ان انا اخلي الناس اللي حواليا تبقى عايزه تكون موجوده معايا. لازم اتحرك معاهم في كل الانشطه، ما ينفعش ان انا اقول لهم روحوا دخلوا اعضاء، روحوا احضروا اجتماع، روحوا نشطوا مجموعتكم. انا لازم اكون بعمل معاهم كل حاجه. لازم اشترك معاهم كمان في كل الانشطه مع العضو الراعي. لازم اوافق على كل المهام. ده كله هيساعدني ان شاء الله ان انا اكبر في اوريفليم. تمام. ودايما عارفين المقولة اللي بتقول لو انت عايز اكتر لازم تشتغل اكتر. ما ينفعش تعمل نفس اللي انت بتعمله وتنتظر ان انت تاخد نتيجة احسن. عايز اكتر لازم تشتغل اكتر. قلب الفريق بيساعدك على ايه؟ قلب الفريق بيساعدك على حاجات كتيرة جدا، بس لازم تكون عارف ان انت في قلب الفريق مطلوب منك 3 حاجات اساسية. اول حاجة دخل اعضاء دخل اعضاء دخل اعضاء. يا جماعة السر كله في ادخال الاعضاء، وخلوا بالكم مش كل الاعضاء اللي هتدخل هتشتغل. فكل ما زودت عدد الناس او اللي داخلين معايا كل ما ضمنت ان شاء الله ان عدد منهم هيشتغل، فده هيساعدني. ويمكن اوريفليم عملنا لنا حاجه مميزه جدا الشهر ده، ان هي عملنا لنا اول 15 يوم عضويه مجانيه. اول 15 يوم قربوا يخلصوا، انجزوا يلا ودخلوا اعضاء. كمان لما بدخل اعضاء ما ينفعش ابقى بدخلهم زي ما بيقولوا عدد في الليمون، لا انا عايزه ادخلهم واشغلهم. فعشان كده التنشيط برضو مهم جدا جدا في شغلنا. لما هدخل الناس وهنشطهم وهعمل لهم اجتماعات في الوقت ده هعرف الاقي منهم الناس اللي عينيها بتلمع، اللي عايزين يكبروا، اللي هساعدهم ان هم يطوروا من نفسهم ويطوروا ان هم يكونوا قلب الفريق اللي هيشتغل معايا، واللي بعد كده هو كمان هيكون له قلب فريق ويقدر يحقق كل المستويات.
ايه الحاجات الاساسيه المطلوبه من اي عضو؟ هي ان هو يعرض المنتجات ويدعو ويحضر، او دلوقتي حاليا طبعا اتغيرت مع البيرفكت ستارت، بقت انه يستخدم، يتكلم عن المنتجات، يشارك قصته، وكمان يدعو الناس ان هم يحضروا. المستويات المختلفه عندنا في التقسيمه بتاعه الهيكل الوظيفي للشجر. اول حاجه ان يكون في اعضاء الجمال، بعد كده في قلب الفريق، ده الجزء اللي فوق. الاعلى منه بيبقى مستوى المدير، بعد كده بيكون مستوى الدايركتور. السوشيال سيرفي معناها ايه؟ البيع الاجتماعي وعمليات ادخال الاعضاء فوق ريفليم. ايه مسؤوليات قلب الفريق؟ مشاركه، مرافقه، الاشتراك، الموافقه، والنمو. دول الرقصه بتاعتنا اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. اذكر 3 مزايا على الاقل لنظام السوشيال سيرفيو. نتائجه مثبتة، سهل تكراره، الناس نجحت معاه، والناس كمان حبته جدا. آه خلينا نتكلم كمان على الكتالوج الإلكتروني. مين يا جماعة شغال بالكتالوج الإلكتروني؟ أو مين بيشارك الكتالوج الإلكتروني؟ أنا. إيه رأيك فيه؟ حلو جدا وسهل صح؟ وأشيك طبعا، أشيك من البي دي إف بيوصل للناس كمان. لو انا ما شرحتش حاجه في المنتج هي بتوصل اصلا، يعني يعتبر دلوقتي كمان ان هم طوروه كتير عن الاول. وفي يعني فيديوهات وفي حاجات. هل احنا كمان عندنا القدرة، سواء المادية سواء الجسمانية، ان احنا نروح نشتري مثلا 200 كتالوج ونبتدي نوزعهم على الناس؟ نوصله لهم؟ لا طبعا، هيبقى اسهل ان انا اشيره من على اي سوشيال ميديا. بالظبط. لينك، بعت العضوية، الموضوع خلص. طيب، حد فيكم جرب ان الناس عنده تدخل تعمل عضويات بايديها الشهر ده؟ جربنا، ما شاء الله بقت اسهل كتير عن الاول. صح؟ الموضوع بقى اسهل والذ كتير قوي. تمام. الكتالوج الالكتروني من اكتر الحاجات اللي بتساعدنا. عندنا لينكين موجود في الكتالوج الالكتروني. اللينك الاول هو لينك للاعضاء، وده ببعته عشان ادخل الناس اعضاء، وكمان معاه الكيو ار كود اللي انا ممكن اسكانه وبرده يساعدني ان انا ادخل اعضاء. وده بيروح له الكتالوج عضو، لو دخل يعمل اوردر هيعمله بسعر العضو. هنا ده بيكون اللينك التاني ده للعملاء، وبيروح له الكتالوج بسعر البيع، وبرده لما بيكتب الحاجات بتظهر له بسعر البيع. هو انا صور الشباب بتظهر لي؟ استاذ حطبة، يا حطبة. استاذه فاتن، يلا يا باشا. يلا ايه؟ التنشيط حضرتك. الايه؟ تنشيط. غيرتوها ليه؟ مش كانت في الاخر خالص؟ ماشي. كانت ايه؟ لا ولا حاجه، اصل ما علينا. بصوا يا جماعه، بشكر حضرتك الاول استاذه فاتن. صعب جدا الواحد يتكلم بعد استاذه فاتن، يعني حد من المتميزين جدا. انجز يا مستر. وكده خلصت الجزء بتاعي. لا مش قصدي، يعني ما تقعدش كده. طيب، في حاجه مهمه جدا بتكسف، انا جدا. بتكسف. في حاجه مهمه جدا جدا احنا لازم نركز عليها، اللي هي التنشيط ومضاعفه شغلنا والتركيز ان احنا نعمل طفره كل كتالوج عن التاني. ممكن بس يا استاذ فاتن تحركي السلايد؟ استاذ حاضر. فاتن، ايوه بحرك. نركز بقى، نركز. لا والله هو اللي تقيل. هو تقريبا كل وتقل شويه. لا تقيل بجد، اللابتوب طبعا محمود وقف خالص. اوكي. تمام. في حاجتين ممكن يساعدونا على التنشيط، او مضاعفه عدد الاعضاء بتوعنا، او مضاعفه النقاط معلش يا بتاعتنا. عمرو، ثانية واحدة. اتفضل. مستر شهيد، ممكن تفتح لعمرو ادمن لغاية ما يخلص الجزء بتاعه؟ اوكي. ثانية واحدة، أستاذ عمرو فين؟ أدمن، ماشي. لغاية ما يخلص بس الجزء بتاعه. ميك هوست. مستر عمرو أنت بقيت الهوست دلوقتي. شكرا لاتصالكم، شكرا العفو يا فندم. حسن تعاونكم. العفو. عشان نضاعف نقاطنا، شغلنا، اعضائنا، مجهودنا، مستوياتنا، يبقى لازم نعمل حاجتين، ودول الف ب اعمده نجاح اي قائد في اوريفليم. اللي هو اول حاجه ادخال الاعضاء، وديت حاجه حلوه جدا جدا جدا، بالاخص ان شهر اغسطس، الشهر اللي احنا فيه ده، هو يعتبر شهرين. شهر من 1 ل 15 ده شهر، و15 او من 16 لاخر الشهر ده شهر تاني. نركز اول في الجزء الاولاني بتاع العضويات، ده هيساعدنا في التنشيط او في مضاعفه النمو بتاعنا. زائد الحاجه المهمه كمان جدا 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 جدا، ان كل الاعضاء بتوعنا اللي موجودين في الشجره محتاجين نركز معاهم ان هم يوصلوا معانا لاعلى نسبه تشغيل خلال الشهر. يعني لو عندي 10 اشغل منهم اكتر، 9، لو وقعت يبقى 8، اقل يبقى 7. نركز في الحته دي قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ثانيه واحده،
لا هو مش تقيل، ده بيموت. لا هو انت بتقلب من عندك مش انا. ما انا بقلب ما بي... اقلب لك طيب عشان البرزنتيشن تقيله هتقلبي بس. ازاي وانا الهوست؟ ماشي حولني هوست، سهله يعني. ما بيقلبش خالص اساسا. طب حولني. قلبت لك اهو يا عمرو. تمام. كل الشجر بتاعنا منقسم لكذا جزء، واحنا بنتمنى يكون الجزء الاكبر بتاعنا اللي هو فيه مجموعات نسبه التنشيط بتاعتها 50% فادنى من ذلك، في اجزاء ثانيه او شجر ثاني او مجموعات ثانيه نسبه 70%، ودي بتبقى حاجه مقبوله وحاجه حلوه. وفي ناس بيرفكت والناس متميزه جدا، ودول قليلين جدا، يعني اللي احنا ممكن نلاقي شجره فيها كل اللي احنا بنحلم بيه، اللي هي بتعمل 100% تنشيط. فعشان ننجح فعلا احنا محتاجين ناخد مش هنقول الاقوى حاجه ومش هنقول الاقل حاجه. تعال نضرب مثال خاص بينا اللي هو مثلا ال 70%. استاذ فاتن ايوه السلايد كمان. كلمه ال 70% ديت بالنسبه لنا بتفرق في حاجه كتير قوي قوي قوي. تعال نشوف مثلا لو انا قدرا بشغل 70% او 20% او 50% او هي بناخدها بمعدل بسيط. لو 10 اعضاء، لو شغلت اثنين انا كده بتكلم في 20%. كمان يا استاذ فاتن اللي بعدها يبقى اكتر بقى 50%، اكتر بقى 70%، ال 10 كلهم اشتغلوا بقت 100%. فهناخد المثال واضح جدا جدا جدا. لو انا الشهر اللي احنا فيه ده مثلا دخلت 10 اعضاء كل واحد فيهم عامل 100 نقطه، انا كده عملت 1000 نقطه خلال الشهر اللي احنا فيه ده. دي حاجه حلوه جدا 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 طبعا، زائد الشخص بتاعي كده هبقى وصلت لمستوى معين. بس خلينا نتكلم في الاعضاء اللي انا دخلتهم عملوا ال10 كل واحد فيهم عمل ويلكم بروجرام بقوا 100 نقطه، بقى معايا 1000 نقطه. هتنقل بيهم للشهر اللي بعده. الشهر اللي بعده هفترض ان 30% منهم اشتغلوا، يعني 3 اعضاء كل واحد فيهم عمل 100 نقطه، بقوا 300 نقطه بس. كده اللي كانوا عملوا الشهر اللي فات او الشهر اللي فيه ده 100 نقطه، نقلوا من الشهر الجاي 30% منهم بس او 3 اعضاء اشتغلوا عملوا 300 نقطه. هفترض بقى ان 8 اعضاء استاذ فاتن، ال8 اعضاء دول كل واحد فيهم عمل 100 نقطه. استاذ فاتن استاذه فاتن ابدا الاشاره. والله بقلب. ماشي. هنفترض ان الشهر الجاي انا كده برضو دخلت 8 اعضاء، ال8 اعضاء دول كل واحد فيهم عمل ويلكم بروجرام، انا كده 800 وفي قاده 3 اعضاء بس يشتغلوا، يبقى كده 800 و300. انا كده عملت الشهر الجديد اللي المرحله الثانيه او الرحله الثانيه او الحمله الثانيه او الشهر الثاني عملت فيهم 1100 نقطه. يعني كده نتيجه ان في 30% بس اشتغلوا وانا دخلت 8 اعضاء، فكده بقى 1100 نقطه بس. ده على اساس ان في 30% بس اللي اشتغلوا. طب ما تيجي نشوف بمنظور تاني، لو بدات انشط عدد اعضاء اكتر بقى كده في اختلاف. كان اول شهر 1000 نقطه، الشهر اللي بعده بقوا 1100، انا زاد عندي 100 نقطه بس. طيب لو انا حد مجتهد قوي 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 وبدات اشتغل بنظام التنشيط اكتر للشجره بتاعتي، نفس المثال لو انا دخلت 10 اعضاء كل واحد فيهم عمل 100 نقطه، يبقى كده معايا 1000 نقطه. ده الشهر اللي احنا فيه ده. الشهر الجاي انا نشطت اكتر من الاعضاء، عدد اكتر من الاعضاء، عدد اكبر من القاده اللي موجودين معايا ان هم يعملوا نقاط، بدل ما كانوا 30% بقوا 70%، يعني 700 نقطه. وانا عملت نفس الحكايه، دخلت 8 اعضاء، ال8 اعضاء دول عملوا 800 نقطه وفي تنشيط 700، كده 1500 كده. وانا في الاساس الشهر الاولاني عامل 1000، يبقى كده في زياده 500 نقطه. انتوا متخيلين في المثال الاولاني الزياده بقت 1000 100 نقطه بس. في المثال الثاني كمان استاذ فاتن بعد اذنك، المثال الثاني بقى 500 نقطه. ده فرق التنشيط. يعني لو انا بتكلم على اركز على ايه، انا محتاج اركز على ادخال اعضاء حلو جدا، بس محتاج ان الاعضاء اللي بدخلهم وبيشتغلوا معايا اخليهم يعملوا نقاط كل شهر، بدل ما بكسب كل شهر زياده 100 نقطه، لان في ناس ما بتشتغلش وفي ناس بدخلها جديد، لا اكسب اكتر 500 نقطه 1000 نقطه 2000 نقطه. انا لو دخلت ال 100% اشتغلوا هتبقى فرصتي اكتر ان اوصل لمستويات. وفي كمان مش بس مستويات يا مستر، كل نقطة بتتعمل بتسمع قدامها مكافأة.
كلمه مستوى هي وصلت معايا مكافاه، ووصلت معايا السفريه، ووصلت معايا التكريم، ووصلت معايا ده مثال بسيط وعد تحت منه كل المميزات اللي احنا عايزينها. خدوا بالكم في ناس يقول لك ايه، اصل انا ما بسافرش مش عايز هدايا، ما بتسافرش مش عايز مكافاه، ما بتسافرش مش عايز تكريم. حاجات كتير جدا جدا في قاده. احنا ايام الصار او ايام الكورونا كنا بنعمل تكريمات للقاده اللي ما كانوش بيسافروا في اي حته، واحنا كلنا كنا بنعمل تكريمات على السوشيال ميديا كلها. طيب تعالوا ناخد مثال بسيط كده كده هيوضح لنا الدنيا اكتر كمان. عندنا صوفيا وانا، الاثنين دول بيشتغلوا هي طرق اوريفليم، بس في واحده متميزه عن الثانيه في حاجه معينه. صوفيا ديت قائد حلو جدا، بيشتغل كويس جدا، وبتركز على ادخال اعضاء، يعني متميزه كل شهر تعمل اعلانات وي وي وي، وفي نفس الوقت بتدخل اعضاء كتير جدا جدا جدا. لكن انا مختلفه شويه، انا هي قائد برضو كويس جدا جدا، بتدخل اعضاء بنسبه حلوه قوي قوي، بس هنا بتركز على تنشيط مجموعتها اكتر، ماشي، وبتخلي اعضائها يبقى في استنساخ كوبي وبيست، بتخليهم يتعلموا نفس الحكايه برضو، انها زي ما بتدخل اعضاء، دخل اعضاء كتير جدا، زي ما بتنشط اعضاء نشط اعضاء انت كمان. تعال بقى نشوفها بالارقام. استاذه فاتن كمان اللي بعدها. والله قللت. تسلمي لي يا غاليه، اخدمك يا رب. استاذه صوفيا، مستوى النشاط عندها 65%، معدل ادخال اعضاء 15%، معدل الاعضاء المتحولين يعني الاعضاء اللي هم خلاص كده بنشطهم اقل، يعني النسبه عندها 14%، يعني كده بتخسر اكتر. تعالوا بقى نبص في حته ثانيه. انا 70% مستوى النشاط عندها، يعني بتنشط عدد اعضاء اكتر بكتير، ده بيفرق معاها. خدوا بالكم كلمه 65 من 70 انتوا ممكن تبصوا هتلاقي الرقم قليل، ومعدل ادخال اعضاء كلمه 15 من 15 ثابته. ال 11 وال 14 هم دول هيعملوا فرق معانا، والفرق اللي معانا ده هيبان فين؟ في الرسم البياني اللي جاي ده كمان. كمان يا استاذ فاتن هنا. اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. لا 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 لا, لا انا بعرفك ان انا حافظ البرزنتيشن بس، ايه رايك فيا؟ برافو. تسلمي. صوفيا نفس الارقام اللي هي بتعملها، هي 65% النشاط، ادخال اعضاء 15%، المعدل الناس اللي احنا التنشيط بتاعنا 14% قليل، نمت في المكافاه بتاعتها 75%. طب ده حلو؟ حلو طبعا، جميل جميل جدا طبعا. لما الواحد المكافاه بتاعته بتزيد 75% تحفه. بس احنا ما بنبصش دايما للمكافاه وبس، او المكافاه اللي في ايدينا، ما دام في حاجه ممكن ناخدها اكتر، ليه المانع اللي احنا نسعى عليها ونحققها كمان؟ طب انا بقى مختلفه شويه، هي بتحب المكافآت وبتحب تشتغل بطريقه هيها، بس بتركز شويه على التنشيط. مستوى النشاط عندها 70% فرق من ال 65 15 ال 11. تخيلوا التركيز اللي عملته الزياده اللي احنا بنتكلم فيه 5% وال 14 وال 14 وال 11، الفرق البسيط ده، النسب البسيطه دي، ما اتكلمتش في مثلا ايه في 20% او 30%، لا، عمل معانا فرق مكافاه هنا 75% صوفيا زياده، انا 218%، يعني احنا بنتكلم في 5 6 اضعاف. الفرق ان في واحد عايز يكبر، وخد بالكم لما بتكبر هي ما بتكبرش في مكافاه وبس، لا بتكبر في كل اللي احنا اتكلمنا فيه، اذا كان مكافآت، اذا كان في شيكات، اذا كان في القاب، اذا كان في سفريات، اذا كان في مؤتمرات، اذا كان في تكريمات، اذا كان في مثال، اذا كان في ترتيب على مستوى اوريفليم، حاجات كتير جدا 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 كمان. فعشان كده كلمه تنشيط هي حلوه، بس لما يكون معاها بقيه الفروض صلاه، ادخال اعضاء، تنميه الاعضاء، اعلم الاعضاء بتوعي كمان يعملوا نفس اللي انا بعمله. لو انا الوحيد اللي بعمل كل حاجه للاسف النتيجه تبقى ضعيفه. لكن انا في الصوره اللي كانت قبل ديت بتقول لك ايه، بعلم اعضائي يعملوا نفس اللي انا بعمله كمان. السلايد اللي بعده يا استاذ فندم بعد اذنك. البداية ما هتصحيني. تشتروا نت بقى. استاذه فاتن الله عليك. انا هنا بقى دلوقتي هي اللي احنا قلناه بالتفصيل زادت. خدوا بالكم انا عايز اوصل لكم على حاجه، هي صوفيا مش وحشه، بس صوفيا نتيجتها اللي ضعيفه، وكلنا بنتمنى ان احنا ما دام انا استقطعت جزء من بيتي واهل بيتي واولادي وخدتها في بيزنس، انا محتاج ان الوقت ده يكون العائد بتاعه اكتر من كده بكتير. هي عملت ايه؟
بالتنشيط وبادخال اعضاء وتعليم اعضائها وصلت للقب، وطلعت تحت منها مستويات، بقى تحت منها اثنين من القاده 21%، وعملت الفرق. وصلت لمعانا من اول اجتماع الربع سنه للمانجر سيمينار، للتدريبات، للدايركتور سيمينار، لعشاء الدايركتور، للجولد كونفرنس. وهي ماشيه بتعد وشيك الدايركتور وشيك الجولد دايركتور. ده نتيجه ايه؟ زودت حاجه بسيطه من اللي كانت بتعمله. هي بتدخل اعضاء كويس بس ما كانتش مركزه في التنشيط. ركزت في التنشيط، فرق معاها ان خلال فتره بسيطه 6 شهور 5 شهور 4 شهور النتيجه بدات تظهر في كل شهر عن التاني، لان كل شهر هي بتستنسخ ناس جديده وبداوا يقلدوها، فعشان كده النتيجه ظهرت معانا. فكم واحد من الاعضاء، كم واحد من القاده، كم واحد من المستشارين، كم واحد من شركاء الجمال بيتمنى يكون يقول لك ايه، انا طموحي ان اكون صوفيا. بس في ناس ثانيه تقول لك ايه، لا هي انا فرقت كتير بحاجات كتير، وانا عايز اكون افضل من انا. مين عايز يكون انا ومين عايز يكون صوفيا؟ مع ان خدوا بالكم الاثنين مش وحشين، بس في حد افضل بكتير من الثاني. احنا اخر عايزين نكون افضل من أنا. هو على فكره الطموح، على فكره أنا أكيد. هي انا ما اخترعتش حاجه، هي انا عملت حاجه واحده بس، قالت ان ما دام في اوبشن موجود وفي تدريب موجود وفي حاجات موجوده، ايه المانع؟ ما انا كده كده بشتغل، بس هوسع شغلي. هقول ان بدل ما بعمل هنا 100%، لا انا هخلي هنا مثلا 90%، وهزود في التنشيط 10% زياده. تشغيل الدماغ يعني. هي طورت من نفسها، وتنظيم استغلال الوقت، الوقت. تنظيم وقتها، طورت من واتشغلت على نفسها. الوقت المتاح ليها وفي العروض اللي موجوده ليها والفتره الزمنيه الموجوده فيها. كل يوم احنا بنكتسب خبرات من بعض، وما دام في مثال، ايه المانع ان احنا نكون افضل منه؟ لان هي ما اخترعتش الذره، واحنا اساتذه، احنا ممكن نعمل اكتر من اللي هي بتعمله مليون في الميه. طب ما احنا فبجد ممكن نعمل ميكس ما بين الاثنين. هو الفرصه متاحه لينا كلنا. انا ممكن اعمل، بس تعالي هعمل ميكس في ايه؟ اذا كانت انا بتعمل اكتر من اللي صوفيا بتعمله، اذا كانت انا بتعمل تنشيط مثلا 70%، هي صوفيا بتعمل مثلا 50%. طب انت ما هتقولي هو ايه؟ طب انا احنا هخليها هنا 95%، النتيجه احنا هتبقى هنا كل هنعمل تنشيط مم. وهندخل اعضاء كتير. تمام، تمام. وهيكون في متابعة. حلو. وبرضو هعلم اعضائي يعملوا نفس اللي انا بعمله. ما هو دول اللي دخلوا دول اصلا امانة في رقبتي. طب انا لو هو النهارده حصل عندي ظرف وانا مش موجودة، يبقى الناس دي كده راحوا خالص؟ ولا اوري واحده كل واحده هدفها وطريقها، فانا احطها على اول السلم واقول لها انتي اهو اتفضلي اهو كل حاجه عندك وامشي وانا بتابع معاكي. بس هو انا لو الجزء مش موجوده بتاعنا، هي تفهم، تبقى عارفه الجزء طريقها وهدفها، تبقى عارفه ان هنا فعلا في حاجه حقيقيه. ما دي مهمتي انا. ما هو الجزء بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان حضرتك يكون عندك التركايه الصغيره ديت وتعلميها لاولادك، لانه بمجرد ان هم بيعملوها، لو انت زودتي من نسبه شغلك 10%، كل واحد من اعضائك هيزود 5%، انت عملتي طفره من شهر لشهر. هي دي الفكره. وبجد احنا محتاجين، احنا كلنا بلا استثناء نكون افضل من أنا، علشان باذن الله باذن الله على نهايه 2023 يكون كل القاده الموجودين معانا دول مش دايركتور، لا يكونوا ان شاء الله باذن الله في رحله الجولد كونفرنس الجايه ان شاء الله باذن الله. اخر سلايد احنا في الحلقة دي. قدوتنا النهارده ميرا، هي وفي اسبانيا بصراحه مشجعانا جدا ليها يومين. يا رب يبارك مشجعانا لهم وطلع جميعا، يا علينا رب على يرجعوا اسبانيا. بالسلامة. ربنا يهنيها يا رب. ربنا اللهم يهنيهم امين. جميعا يا رب. استاذنكم بس يا جماعه، الكاميرات خلي بالنا، الكاميرات خلي بالنا، الكاميرات. اوكي، ثواني يا عمرو. عايزين نكرم انا بس، حاضر هنكرمها، لان هي شاطره، هي شاطره. هي عشان عجباك. بصراحه بحب اقصد في شعري. ماشي، طب خلي بالك لما تروح البيت. هو في البيت. كده محتاجين بعد اذن حضراتكم، احنا 93 هنقول فيه 3 اريا سيلز، 4 اريا سيلز، 4 من اداره. فاحنا محتاجين يكون 89 واحد بيتكرموا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله في كل المؤتمرات وكل السفرات وكل الفترات اللي جايه على مجهودهم، ويكونوا افضل من ان ديت تكون رقم 2 بعد حضراتكم جميعا ان شاء الله. انا كده خلصت الجزء بتاعي، والمايك مع حضرتك استاذ فادي. مايك مع مستر باسم. يا ربنا يستر. اهلا ثواني. وسهلا. مالك يا مستر عمرو، في ايه؟ الحب. ماشي ماشي. طيب احنا فاتن انت اللي هتقلبي ولا هتديني انا الهوست؟ انا ثانية واحدة، هو أنا أصلا مش هوست بس يعني. امال بتاع بيقلب مع مين؟
هو انا اشتغل بقلب بالحفاظ بس انا مش قوست. اشتغل استنى اقول بالحفاظ. لك. استنى لا بيتهيألي مش هينفع عشان انا اللي عندي البرزنتيشن يا بس. يعني انت اللي تقلبي. ماشي. طيب اوكي، طيب احنا هنتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا، وهي ادخال العضويات. و... وادخال العضويات ده هو من اهم الحاجات، يعني زي ما بنقول كده العيش والملح، او بتاع الشغلانه بتاعتنا. لان انا لو مش بدخل عضويات كل شهر، فاكيد انا مش هكبر، يعني هفضل في المستوى بتاعي، وممكن انزل 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 لحد ما اكون خلاص يعتبر الشجره بتاعتي بقت زيرو. اما طول ما انا بدخل عضويات كل شهر، وعندي مصادر كتيره جدا ان انا بدخل منها عضويات، دي بتساعدني ان انا انمو اكتر، اطلع ناس جديده، في فرصه كبيره جدا ان انا يبقى في عندي ليدرز. طيب، فكره ادخال العضويات، احنا عندنا طريقتين ان احنا نقدر نشتغل من خلالهم، سواء كانت الطريقه الاونلاين او الطريقه الاوفلاين. لما تيجي نتكلم على طريقه الاونلاين، لازم آه، يكون البوست بتاعي كرييتيف شويه من خلال الاونلاين، ما يبقاش الموضوع كوبي بيست. يعني اكتر حاجه بتعصب الواحد شويه ان الناس اللي هي بتاخد الحاجه كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. طيب، بس يا فاتن، يعني البتاع بيجري لوحده. تمام، ماشي. لازم يكون الموضوع شويه كرييتيف. يعني خلاص كلنا شبعنا من الموضوع بتاع ان احط صوره فلوس، وصوره الكارت بتاع الCIB، واقول فرصه ان انت تكسبي. انا بشوف البوست ده من اول ما دخلت اوريفليم، يعني من ساعه ما انا اتعينت في اوريفليم بشوف البوست ده. فخلاص اتهرس بالمعنى البلدي، او بمعنى اصح ان الناس كلها بقت تحطه، فخلاص ما بقاش حاجه كرييتيف. طيب، لما نيجي بنتكلم عن ازاي انا بعمل بوستات ليها علاقه بادخال العضويات، بيكون عن طريق 3 حاجات: يا اما ناس عايزه تشتغل، يا اما ناس بتهتم بالمنتجات، يا اما ناس مثلا بيحبوا السفر، بيحبوا التكريمات، بيحبوا المتعه. شوفوا انتوا، يعني لما بتسافري سيمينار مع الشركه، لو حد فيكم سافر سيمينار مع الشركه، او لو حد فيكم حضر حفله وكرم فيها، لو خد الصور بتاعتها وراح عامل بيها بوست على الفيسبوك، شوفوا هتجيب تفاعل قد ايه. هتجيب تفاعل، ناس كتير هتسالك، هتقول لك هو ده انت عملتي كده ازاي، او ايه انت عملتي ايه عشان توصلي للحته ديت، او انت عملتي ايه علشان كذا. طيب، في شويه امثله ان احنا نقدر ان احنا نعمل يعني كذا بوست عن ادخال العضويات بسببهم. بالظبط، الصور الطبيعيه بتفرق كتيره جدا. ممكن اتكلم عن المزايا بتاعه اوريفليم، المزايا العضويه بتاعه اوريفليم. مش بس 23%، لا، انت بتقدري تكسبي فلوس من خلال ان انت تخلي ناس تشترك تحتيكي، ومن هنا كل واحد بيشتغل من خلال التليفون بتاعه وهو قاعد في البيت، ومن هنا اقدر اجمع طلبيات واجمع بوينتس كتير، وهنا ببني الشجره بتاعتي. ناس مثلا بتهتم بالعنايه بالبشره. بحترم جدا جدا الناس اللي بتعمل بوست عن منتج او منتجات، وبتعمل بيفور وافتر، يعني بتحط اللي هي قبل استخدامها للمنتج ده وبعد الاستخدام بتاع المنتج ده. شوفوا النتيجة بقت عاملة ازاي. انت هنا بتشوف الفرق قدام عينيك، فهنا بتقدر تقتنع. لان خلي بالكوا، العين هي اول حاجة بتشد، يعني انت اللي بيشتري العين، خلي بالكوا. فانا لو شايف حاجة شكلها كويس جدا، انا ممكن اتس اوكي. لو شايف بوست شكله كويس، لو شايف كلام مكتوب بطريقة كويسة، لو شايف ان في ريفيو معمول لمنتج بشكل كويس، هو ده اللي هيفرق معايا، هيخليني ان انا اخش اسال بكام، طب ايه المزايا، طب ايه طب اقدر لو انا عملت الاوردر دلوقتي استلمه امتى، وهكذا. في حاجه تانية برضو، الحاجات اللي هي ليها علاقه ب الموضه شويه. يعني مثلا ايه، يعني احنا لما بنيجي نقول للناس ان احنا تقدري تشتغلي مثلا من خلال الانستجرام مثلا. الانستجرام عليه طبقه كبيره جدا جدا شباب صغير. فالشباب الصغير بيهتموا بايه؟ بيهتموا بالحاجات اللي هي الميك اب، الليبستيك، الالوان، الروج، الحاجات اللي هي بيقدروا يستخدموها. فانا اقدر اخاطب الشريحه ديت عن طريق الحاجات ديت. والحاجات دي طبعا زي ما انتم عارفين، احنا عندنا حاجات كتيره جدا للميك اب، اقدر ان انا العب عليها واقدر ادخل منها عضويات. ممكن السلايد اللي بعد كده يا فاتن؟ حلو قوي. عندنا حاجه كده، رسمه جميله جدا.
انا بحب الناس اللي عندهم صفحات على الفيسبوك او عندهم اكونتات على الانستجرام ولا حاجه، ان هو بيشارك الناس 80% من الروتين بتاع يومه. الروتين بتاع يومه يعني ايه؟ يعني حد مثلا رايح يحضر حفله للمنطقه بتاعته، عادي ممكن لما تصحي الصبح فاهمه تروحي عامله الناس بقى اللي بتحب يعني تطلع بوشها وتطلع تعمل فيديوهات او تطلع تعمل ستوريهات او تطلع تعمل الحاجات ديت. انت ممكن تصحي الصبح وتروحي تصوري مثلا مجموعه البيور سكين، تقولي انا عشان بشرتي دهنيه لازم اول حاجه بعملها الصبح ان انا بستخدم كذا 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 كذا، بستخدم كذا 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 كذا. هوب رحتي نازله، انا دلوقتي نازله رايحه حفله في اورفليم، استنوا صور كتيره عشان ليا تكريم. انا هنا بشارك الناس اليوم بتاعي عامل ازاي. زي جدا ناس كتيره جدا بتصحى الصبح مثلا يحطوا اللابتوب بتاعهم قدامهم، الموبايل، كوبايه نسكافيه، الداتا بتاعتهم ولا حاجه، يقول لك انا ببدا شغلي دلوقتي، وحاطين صوره كده جميله وحاطين عليها مزيكا مثلا لفيروز، ولا حاطين مزيكا بشكل جميل جدا. هم بيبين دلوقتي حياته، انا بشتغل من الساعه كام في اوريفليم. 20% طبعا من المحتوى بقى المتعلق باوريفليم ديت اللي هي ايه، الانضمام لاوريفليم، ان انت بتدعي حد او ناس انهم يجوا يحضروا معاك الاجتماعات، شويه حاجات عن المنتجات. بس الفكره كلها ان انت 80 20. ال 80 ركزي على الحياه بتاعتك او الروتين اليومي بتاعك، علشان الناس فعلا هتنضم ليكي انت. الناس مش هتنضم، خلي بالك، الناس مش هتنضم لاوريفليم، هي الناس بتشوف وليكن فاتن عامله شويه حاجات وكذا كذا كذا، فببدا اتشد الفاتن، فابدا اسالها انت وصلتي ازاي، عملتي ايه، طب ايه الكلام ده، طب ايه طب ايه طب ايه. فخلوا الحته بتاعه الجانب الشخصي ديت تاخد السبيس بتاعتنا. بس طبعا بلاش ايه الافواره يعني. ممكن السلايد اللي بعد كده يا فاتن. حلو قوي. في حاجات كتيرة جدا لازم ان انا اركز عليها في البوستات بتاعتي، ان انا يكون في الموضوع فريندلي شوية، يعني في علاقة صداقة ما بيني وما بين الناس. احنا مش بنشتغل يا جماعة في المفاعل النووي، احنا بنشتغل في ميك اب وستات بتشتغل مع ستات، والموضوع بسيط جدا، الموضوع مش معقد. فخلي الموضوع فيه حتة فريندلي شويه، حته صداقه شويه، الاتيتيود بتاعي يبقى اتيتيود فيه صحوبيه شويه. لازم يكون في ما بيني وما بين اللي قدامي ثقه. والثقه ديت انا كنت بدي مثال بيها امبارح في تريننج عندنا في منطقه الجيزه، ان انا ممكن يجي لي فاتن عاوزه تشتري مسكره، فانا عندي في اوريفليم في 2 مسكره، عندي جورداني وعندي زوان، جورداني رقم 1، زوان رقم 2. فانا اقول لها عارفه يا فاتن، احنا في كذا وفي كذا، في جورداني وفي زوان. زوان سعرها ارخص شويه، وهما الاثنين سويدي، وهما الاثنين مستوردين، وهما الاثنين حاجه عظيمه جدا. فانا بنصحك ان انت تاخدي زوان علشان زوان سعرها كويس، وفي نفس الوقت هي عليها اوفر كويس جدا. اما لو انت عايزه تجيبي هديه لحد، فانا انصحك تاخدي الجورداني عشان دي بريميوم شويه، حاجه عاليه شويه او كلاس ايه شويه. يبقى انا هنا لما بقول الكلام ده لفاتن، فاتن بتقول عليا ان انا شخص امين، شخص كويس، انا من مصلحتي ان انا ابيع لها الغالي، بس هي بتوجهني ان انا اخد الحاجه اللي في مقدرتي. من غير اي حاجه، والله يا مستر باسم انت شخص امين وشخص كويس. الله يبارك لك والله يا استاذ، الله يبارك لك. فهنا يوم ما فاتن هتيجي تشتري مني الحاجه ديت، لو حد من صحابها قال لها انه عايز ميك اب او بيفكر عايزه تشتري مش عارف ايه، عايزه تشتري فاونديشن، عايزه تشتري كذا، هتقول لها ايه، استني، ده كذا كذا كذا، انا عارفه حد هناك امين جدا جدا وهيجيب لك الحاجه بالاسعار كويسه، وهيجيب لك الحاجه اللي عليها اوفرز جوه الكتالوج، وهيجيب لك كذا. يبقى هي ديت الثقه. انا مش بياع مش بياع في اتوبيس معايا شويه نعناع، رحت راميهم دخلت الاتوبيس رميتهم على الناس، بعد كده رحت راجع تاني رحت رامي من النعناع ده ورحت ماشي. لا احنا مش كده. احنا الفكره كلها ان انا لازم افكر للي قدامي ايه اللي فيه مصلحته، وايه اللي اقدر اوفر له فيه فلوس. التحفيز على العمل، ودي حاجه مهمه جدا. احفز ناس ازاي على العمل؟ اي حد يعمل حاجه يا جماعه اقول له شكرا، اقول له برافو.
يعني انا دخلت عضويه جديده، العضويه الجديده دي عملت اول اوردر، اقول لها برافو عليك انت عملتي كذا كذا كذا. قفلت البرنامج الترحيب، اقول لها برافو. عملت برنامج الستارز كلاب، برافو. عملت اول مستوى في حياتها 3%، اقول لها برافو ان شاء الله، لا لازم بقى الشهر الجاي نوصل ل 6%. دخلت عضويتين مثلا معاها، كل عضويه عملت فيهم نقاط، برافو ان انت خدتي الخطوه ان انت دخلتي عضويات، وان انت ابتداتي ان انت تنتشري وتكلمي اصحابك وتكلمي كذا وتكلمي كذا. كلمه شكرا وكلمه برافو بتعمل حاجة إيجابية للشخص، وممكن تخليكي توصلي وتكملي أكتر. بالظبط. لازم أكون بشارك المحتوى بتاعي مع الناس، واخلي الموضوع شوية فيه فضول. يعني ايه اخلي الموضوع فيه فضول؟ يعني انا مثلا ممكن اعمل بوست عن الشغل في اوريفليم او العضويه في اوريفليم، واقول انت بامكانك في خلال 6 شهور تقدر تحصل على رقم كبير جدا، وتحطي رقم. انت تحطي رقم، اي حد عايز يعرف تفاصيل يبعت لي انبوكس. وليكن مثلا قلتي انت بامكانك في خلال ال6 شهور ممكن تحصل على اجمالي ال6 شهور دولت 30 40 الف جنيه. لو حد عاوز معلومات اكتر ممكن يبعت لي. انت هنا بتعمل فضول، انت هنا تلاقي الناس تخش لك تقول لك ايه، تقول لك طيب ازاي، طب اعمل ايه. عارفين اللي هو انت تحط حاجه فيها اسئله. مسافره مثلا سيمينار مع الشركه ولا حاجه، وانت راكبه الباص عملتي ستوري على الطريق، تفتكروا انا رايحه فين؟ تفتكروا اوريفليم، اوريفليم يا جماعه مسفراني اتكرم، تفتكروا فين؟ وتحطي مثلا زي علامه استفهام، تلاقي الناس تبدا تبعت لك، ناس تبدا تدي لك كومنتات، تبدا تدي لك، يبقى هنا في فضول وتفاعل. حاجه برضو من الحاجات المهمه، يعني النصايح والارشادات دي حاجه مهمه جدا. ليه بقى؟ علشان انت لما بتقدم النصيحه، انت حد دلوقتي خبير في اوريفليم، فلما بتقدم النصيحه الناس بتمشي وراك. يعني انا ممكن اقول على فكره يا جماعه انا كنت كذا 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 واستخدمت المنتج الفلاني ده، المنتج ده خلى بشرتي كذا، او خلى وشي بالشكل الفلاني، خلى كذا خلى كذا. عارفين يا جماعه احنا في الصيف انا استخدمت كذا صن بلوك قبل كده من شركات تانية، بس لما استخدمت الصن بلوك بتاع كذا 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 كانت النتيجه بتاعته 1 2 3. انت مش بتكذبي، احنا مش هنحور. يعني احنا مش هنقول ان احنا هنعمل كذا 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 فهتبقي بكره انجلينا جولي. لا، يعني احنا هتحطي، يعني انت هتستخدمي الصن بلوك بس النتيجه بتاعته 1 2 3. فتخلي زي مثلا ناس تقول لك ايه، لو انت عاوزه البرفان يثبت عليكي اكتر، بعد ما تاخدي شاور تحطي بودي كريم بتاع البرفان دوت، وبعد كده ترشي البرفان يثبت عليكي اكتر. انا هنا بدي نصايح، انا هنا بدي ارشادات. انا هنا مثلا اقول يا جماعه الكريم الفلاني لازم استخدمه في الوقت الفلاني، ما ينفعش استخدمه كذا. ممكن نستخدم بعد كده فاتن. ثواني يا باسم، بس بيقلب مش عارفه واقف ليه. اوكي. التفاعل مع الجمهور، يعني انا عارف ان دي بتبقى مشكله لبعض الناس، بس في ناس كتيره بتعمل لايف. يعني انا بشوف ناس كتيره واعضاء والله من الصعيد بيعملوا لايف، يعني من الصعيد وبيعملوا لايف. الفكره كلها في اللايف، او ان انا اطلع اتكلم مع الناس، دي بتعمل تفاعل اكتر، دي بيبقى فيه زي المصداقيه اكتر. سلايد بعد كده فاتن. الفيديوز عموما، الفيديو حاجة مهمة جدا في الشغل عندنا، بس بلاش الفيديوهات الكبيرة يا جماعة علشان نتجنب حتة الباقة. أنا مش معايا باقة، أنا الباقة بتاعتي هتخلص، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. خلي الفيديوز بتاعتك تبقى بسيطة وحاجة سهلة جدا علشان الناس تبدأ تشوفها، والناس تبقى الناس متحمسة. أنا مش هعمل فيديو مدته مثلا ساعة ونص ساعتين.
ده انا بخش سينما والله العظيم، لو فيلم ساعتين والله العظيم يا فاتن بنام جوه السينما حقيقي. وانا في انا في سينما وانا بتفرج على فيلم، يعني انا المفروض اصلا مبسوط. فتخيل ان انا اقعد اسمع فيديو بالمده الكبيره دي حاجه بتبقى يعني صعبه شويه. خلي الموضوع حتى هنا، بص هو بيقول لكم ايه، اليوتيوب خليه، ده انت ماكسيموم، ده انت يوم لما هتبقى عامل افتراء 20 دقيقه، 20 دقيقه. الفيسبوك اعمل دقيقه واحده، الانستجرام اعمل لك ستوري ولا اي حاجه 26 ثانيه، علشان تبقى الدنيا سريعه. ما فيش حد عنده قدره ان هو يقعد يتفرج على المده دي طبعا كلها. سلايد بعد كده فاتن، تمام. برضو من الحاجات المهمه ان انا اطلع برضو لايف، سواء طلعت لايف على فيسبوك، طلعت لايف على تيك توك، طلعت لايف على، طبعا في ناس كتيره بتطلع على اليوتيوب بس احنا مش عندنا الشريحه دي هنا في مصر يعني عموما. بس ان انا ليه انت بتطلع لايف، انت بتتعامل مع الناس فيس تو فيس، وفي نفس الوقت انت ممكن تطلع تجرب المنتجات. انت ممكن تعملي فيديو عن المنتجات الجديده، بتجربي المنتجات الجديده زي ما نرمين طارق مثلا بتعمل، وزي ما ناس كتيره جدا طبعا بتعمل. فيديو سوري السلايد بعد كده فاتن. لا اللي بعده ده. الدعوات بقى، يعني الدعوه دي اللي احنا بنقول عليها ان انا بدعي حد ان هو ينضم ليا في اوريفليم يعني. آه، الفكره كلها هي بتختلف من كيان لكيان، ومن شجره لشجره، ومن بلد لبلد. بس الفكره كلها ان انا لازم يعني حد يسجل معايا، لازم ابعت له حتى مسج كده، لو مسج حلوه، مرحبا كذا 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 كذا، انت دخلتي على الاعلان بتاعي، في حد هيتواصل معاكي على طول كذا 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 كذا، يبقى انا احس ان في حد مهتم بيا يعني. انا لما بشوف مثلا حاجه على فيسبوك ولا حاجه ودخلت بعت بكام على البرايفت مسج مثلا، على الدي ام ولا حاجه، ببعت بكام ولا ممكن تفاصيل ولا الكلام ده، لو حد رد عليا في ساعتها ببقى عارف ان ده اكونت محترم. في ناس ما بتردش عليا، ممكن ترد عليا بعدها بيوم، والله العظيم بكون نسيت انا كنت بعت لهم ايه يعني. هم دول بتوع ايه، انا مش فاكر. ف... فخلي الحته دي تبقى في الاول على طول. اول ما حد يخش معاكي لازم تعملي زي تكست كده، مسج احفظيه عندك، المسج دي تبقى محفوظه عشان تقدري يا دوب بس انت بتغيري الاسم من فوق ان انت تقدري تبعتيه طبعا ايه للناس. خلي الموضوع زي ما اتكلم يعني، زي ما احنا اتكلمنا في الرساله دي تبقى فيها شخصي، يعني فيها مسج شخصيه، وفي نفس الوقت يكون فيها عن تعرفي اهتمامات الشخص اللي قدامك وان انت تحفزيه ان هو يشترك، ان هو يعمل الاوردر بتاعه، او هو مثلا حد دخل علشان الشغل يبقى تحفزيه علشان الشغل، حد دخل مثلا عشان يشتري منتجات يبقى داخل علشان كذا، حد بيسأل عن السفر او بيعمل واحد، يبقى انا بديله المسج دي فيها 3 بارامتر كده معينين ان انا بتكلم معاه فيهم. ممكن السلايد بعد كده كده. طيب في شوية نصايح احنا دايما يعني بنقعد نقول للناس يعني. لما باجي ادعي ناس جديده لازم تستخدم شويه افكتات كده لو انت بتعمل ستوري تعمل افكتات، تكتب نص كويس، اشارك الاراء بتاعه الناس. يعني انا مثلا دلوقتي كنت عامله ببيع باكج بتاعت منتجات، ففي ناس خدتها وجالي كام مسج اللي هم ايه، الحاجه جميله قوي يا حبيبتي والله كتر خيرك، شويه الحاجات اللذيذه دي، اروح انا واخد سكرين شوت واروح عامل لهم زي فيديو كده صغير، او احطهم على ريل على الفيسبوك ولا اي حاجه. ممكن اخلي لو انا بعزم حد على اجتماع، رايحين نحضر حفله كتالوج مثلا، وبكلم فاتن ولا فاتن تعالي كذا 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 كذا، اقول لك على حاجه، لو عايز تجيبي حد من صحابك ولا حد من قرايبك علشان لو مش عايز تيجي لوحدك، هاتيه خليه يجي معاكي ويشوف المود شويه بتاع الشركه. انا هنا بطمن اللي قدامي. يعني انا مثلا لو جه حد بيعزمني على حاجه، ان انا اروح اجتماع ولا اروح حفله ولا اروح اي حاجه، والله طول ما انا بفكر لوحدي انا هبقى هيبقى عندي هيدك في دماغي كده، الموضوع هيبقى تقيل على قلبي. اما لو جه حد قال لي على فكره وانت معاك تذكرتني ان انت ممكن تجيب اي حد من صحابك،
تذكرتني ان انت تجيب مش عارف ايه، تجيب اي حد كذا، تجيب كذا، تجيب كذا، تجيب كذا، تجيب كذا. هنا انا بحس ان انا الموضوع بالنسبه لي بيكون قشطه. انا ممكن اخد 2 صحابي قريبين ليا، اخد ناس انا بحبهم، ناس يسبورتوا ليا في الراي شويه. فهنا ببدا ان انا اكمل حته ان انا اعمل جروبس على الواتساب او الماسنجر او الحاجات دي حاجه مهمه جدا، علشان زي ما احنا عارفين ان النهارده اي مسج بتيجي بقدر ابعتها على واتساب، بوم في ساعتها شوفوا بتوصل لكام حد. احنا الشركه بتنزل اوفر الساعه 8، الساعه 8 و3 دقائق بيكون في مصر كلها، عن طريق الجروبات بتاعه الواتساب، عن طريق الشاتس بتاعه الماسنجر. فلازم اكون انا مجمع الناس، خصوصا لو انا الاعضاء بتوعي في محافظات تانية، لازم اكون مجمعهم طبعا على جروب يبقى فيه وسيله اتصال ما بينهم. ممكن السلايد بعد كده فاتن التطوير. التطوير زي ما احنا شايفين طبعا تطوير جميل جدا. وسلايد بعد احلى كده سلايد في فاتن. حياتك، اسيبها لك شويه. والله يعني لا، انا بفكر اطبع الباك جراوند دي احطها هنا عند المكتب بتاعي. صح، احطها باك جراوند على اللابتوب بتاعي. البنت جميله جدا بصراحه. انهي واحده فيهم؟ لا معروفه، يعني الضحكه طالعه في الشاشه عندنا كلنا. ماشي. اوكي، ممكن السلايد اللي بعد طور. كده. حاضر، تاني ما واحدة على هيبقى اليمين وافت. أكيد. نعم، تاني كلنا يا واحدة على مستر اليمين. اللي هنغير. الطويله يا جماعه. أيوة. الطويله. كلنا هنغير السلايد دي يا مستر والله. يعني يا ابني نقي على طولك، يا ابني نقي على طولك. لا يا مستر عمرو انا مش قصير، معلش لا يعني انا مستر باسم طويل. ما شاء الله عليه طويل. مش يعني مش اوبا يا عمرو، قصير. اوبا يا عمرو. بس خلي بالك هو اطول واحد في الشركه عندنا يا فندم، هو معروف مستر عمرو حضرتك اطول واحد في الشركه. حبيبي ايوه كده. سيب الطوال للطوال، ركز انت ماشي. في القصيرين. لا، طيب. وجبرتي برضو طويل. هو جبار، مش عمرو انت طويل؟ هو عمرو جابر، عمرو عبد الجبار برضه. حتى لو مش طويل هبقى طويل. ماشي. مشاركة المسؤولية، ممكن كليك كده يا فاتن بس على السلايد. حاضر. بيبقى عندنا حاجة كده في مشاركة المسؤولية ديت، لماذا والمن وماذا. ايه بقى الكلام العجيب دوت؟ ممكن السلايد بعد كده فاتن عشان هي بتشرح بقى حاضر. الستبس كلها. المسؤوليات. لازم انا دلوقتي داخل اجتماع، انا والتيم بتاعي، انا وفاتن وعبد الجبار وحضر داخلين اجتماع زي الاجتماع اللي احنا فيه دلوقتي ده. كل واحد ليه دور، وكل واحد هيبقى ليه جزء يشرحه. طب في ناس مش بتعرف تتكلم، ما بتحبش تتكلم مثلا، خلاص يبقى انا اخلي مثلا اكس ده هو اللي مسؤول انه يوزع كوبونات السحب مثلا، اكس ده هو اللي مسؤول عن الهدايا، اكس ده مثلا لو انا هعمل تنظيف بشرة هي اللي تبقى مسؤولة ان تعمل كذا كذا. يعني لازم كل واحد فينا يبقى ليه دور. بصوا هنا حاطين شويه امثله، يعني ايه تزيين الغرفه التي يقام فيها الاجتماع. فاكرين الفصل بتاع المدرسه نحط زينه ونحط لوحه والحاجات ده. فايه يعني خدوا الكلام، يعني هو كلام اكاديمي شويه. لا، ديكوريشن، حط كتالوجات، حط بالظبط بوسترات، انت حاجات كده ممكن ومش عارف. يعني احنا دلوقتي خلاص احنا واخدين القاعه بتاعت الشركه، القاعه بتاعت الشركه دي وهنعمل فيها اجتماع. خلاص يبقى احنا هنتقابل الساعه 12. فاتن انت اول حاجه تبصي عليها الشاشه. حطبه انت تبص على ان عدد الكراسي فعلا هم 30 كرسي على قد الناس. عمرو عبد الجبار هو اللي معاه شنطه الهدايا، هو اللي هيرص شكل الهدايا بشكل معين. باسم ومش عارف مين هم اللي هيعملوا برزنتيشن. عمرو حطبه هو اللي ايه لو في ناس بتتكلم ولا اي حاجه هو اللي ايه يسيطر على الناس، ما يخليش في كلام في القاعه علشان الميتنج ما يتقلبش يبقى سوء يعني. فكل واحد بيكون ليه دور. طيب ممكن السلايد بعد كده فاتن. ماشي. بص بقى الخطوات الصغيره دي بيقول لك ايه، ابدا صغير باشياء يكون الشخص متاكد من النجاح بيها
وقم بتكريم نجاحهم. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عارف ان عمرو عطوه ده ممكن يعمل دور، بس دور صغير جدا، بس هو شاطر فيه، خليه يعمله، وفي الاخر اقول له برافو انت عملت كذا 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 كذا. ليه بقى؟ لان هي حاجه بسيطه، بس هي بالنسبه له هو بيعرف يعملها كويس، فانت كرمته وقلت له برافو ان انت عملت كذا. ممكن تكرمه قدام الناس، برافو ان انت عملت كذا 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 كذا. هنا بياخد طاقه ايجابيه، هنا ممكن يجي يطلب منك بعد كده ان هو ياخد دور اكتر، ممكن ياخد حاجه اعلى. طب ما تديني بقى ايه، خليني المره الجايه ايه اتكلم. طب اتكلم وشرح كويس. طب بص، طب ايه رايك المره الجايه تخليني بقى اقول تو سلايدز، وهكذا 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 وهكذا. ممكن الصوره اللي بعد كده. التكريم انا هلخصه لكم بعيدا عن السلايد ديت. التكريم هو البنزين بتاع العربيه عشان تفضل ماشيه. ومش شرط يا جماعه، انا اكتر حاجه بتعفرتني وبتعصبني في حياتي ان انا علشان اتكرم لازم اكون عملت مستوى جديد. لا، ما انا طب ماشي، طب انا دلوقتي مثلا عملت الشهر ده 9، الشهر الجاي 12، الشهر الجاي 15، الشهر الجاي 18، الشهر الجاي 21، 5 شهور اهو. طب بعد ال5 شهور دول، طب ما انا هقعد مثلا 6 شهور علشان اخد لقب الدايركتور. يبقى انا اول تكريم ليا يكون عند بعد 6 شهور. انا ضد الكلام ده تماما. انا بحب التكريم. اعمل تكريمات مختلفه، اعمل تكريم للناس اللي قفلت البرنامج الترحيب العضوات الجديد، اعمل تكريم للناس اللي عملت الستارز كلاب، اعمل تكريم للناس اللي على الفيسبوك عن الشغل وجاب تفاعل كبير، اعمل تكريم اكتر حد انت شايفاه اكتف معاكي على الجروب بتاعك، كان كل ما يتبعت حاجه على الجروب هو اول واحد يرد، اكتر حد اكتف. يبقى انت اخترعي تكريمات علشان انا يعني، ما انا اصل انا مش هتكرم كل شهر. هو طبيعي ان انا مش هتكرم كل شهر على فكره، ده طبيعي. او حتى لما هوصل للالقاب انا مش هاخد لقب جديد كل شهر، انا هقعد مده على ما هاخد لقب. بس في حاجات انا اقدر اعملها اتكرم بيها كل شهر. انا اكتر حد دخلت عضويات، انا اكتر حد ده شغل اعضاء غير نشطه، انا اكتر حد طلع ناس 3%، انا اكتر حد عنده ناس عملت ستارز كلاب، انا اكتر حد عملت بوست على الفيسبوك وجاب تفاعل، انا اكتر حد عملت اجتماعات، انا اكتر حد عملت فيديوز، انا اكتر حد عملت فويسات للشرح. بصوا تكريمات قد ايه. انا قاعد بالف وانا بقول لكم، بس كل الكلام ده ممكن تعمله تكريم، وممكن تقول للشخص اللي قدامك برافو على اللي انت عملته، علشان ياخد طاقة إيجابية وإن هو يكمل. ممكن بعد كده فاتن سيبك الأمثلة ديت علشان دي أنا قلتها دلوقتي. هو بصي حتى أنا قاعد كل الحاجات اللي أنا قلتها. كيفية بقى التكريم حلوة أوي. أنا ممكن أكرم حد من خلال تليفون مكالمة، ممكن برسالة، ممكن سيبكم من الإيميل والبريد الإلكتروني اللي محدش فينا بيفتحه، ممكن الحاجات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. بس انا من نوعية الناس اللي انا احب التكريم، احب التكريم قدام الناس علشان ابان، علشان ابان اكتر. ما هو انا طالع عينيا في الشغل، فانا عايز الليدر بتاعي او عايز الدايركتور بتاعي او عايز اكس او عايز واي يكرمني قدام الناس، مش يبعت لي مسج برايفت يقول لي برافو. برافو دي بوست على الفيسبوك، انا عايز برافو ديت في ستوري ويتعمل لي منشن، انا عايز البرافو دي في كذا، انا عايز كذا، انا عايز كذا. مش الموضوع يبقى آه، آه، في حبيني كده زي ما بيقولوا، يعني مسج ممكن اللي بعد يعني مالناش دعوه بيها. عندنا بقى ال الفاست تراك، هو الخطوات البيع وتخلي، يا ريت كلنا نعمل دلوقتي كل واحد يكتب اسمه ويقول سأصبح، يعني انا هعمل ايه في، يعني انا باسم سمير هكون 21% شهر مثلا 9، شهر 10، شهر 11، شهر 12، شهر كذا، شهر كذا، شهر كذا. فكل واحد فينا يعمل الاكسرسايز دوت. الصوت سامعاني يا فاتن؟ اوكي. اه الصوت تمام يا بس. اوكي اصلا بس بيقطع عندي. تخلوا
ينعكس على حياتي الشخصية وينعكس على الشغل بتاعي بكل أشكاله وبكل صوره. عندي خطة هشتغل عليها وهشتغل من خلالها. قلب الفريق هيساعدني إن أنا أوصل لده، وأنا هساعدهم إن هم يكبروا. أهم 3 حاجات محتاجين نركز عليهم إن إحنا طول الوقت بندخل أعضاء وبننشطهم وبنطلع منهم القادة بتوعنا. إحنا كده خلصنا البرزنتيشن، بس كلنا أذان صاغية لأي أسئلة أنتم محتاجين تسألوها. سوري بدر حاضر معانا بسرعة. بدر. انا عندي سؤال طيب في الابلكيشن ممكن؟ ظرف مستر بدر شفتيه طبعا. احنا محتاجين نسأل في السيرفيو اكشلي، لان الحاجات التانية بتتغطى في اجتماعات تانية عشان بس الناس ما تتلخبطش. تمام. اوكي، فاي حاجة احنا شرحناها النهاردة كلنا اذان صاغية ان احنا نسأل فيها. الفريق كله موجود معانا، ومستر محمد عبد الشهيد هيجاوب على الاسئلة. عندك سؤال في الابلكيشن محمد عبد الشهيد هيجاوب. اتفضلي يا فندم. خلاص هو تبرع بالاجابة. اتفضلي. شكرا مستر محمد، شكرا استاذه فاتن. انا بس عايزه اعرف في الابلكيشن اخر الشهر بيجي لي يعني بيتفتح عندي كده حاجه في التارجت بيقول لي كل عضو دخل كام عضو وشغل كام عضو. دي انا عايزه اعرف اجيبها من غير اخر الشهر، يعني عايزه اعرف اجيبها لوحدي. فاتن انا رجعت، هو الجزء خلص ولا بتاع؟ معلش النتورك بس واللاب عمل مشكله كده معلش معايا. مفيش مشكلة خالص. ما انا خدت بالي وشفتها، بس انا دخلت، طيب ما تقلقش. طيب لقد غطيتك. اوكي ماشي، شكرا يا استاذ. شهيد اتفضل. معلش يا استاذ دلال، انا مش فاهم السؤال، بس معلش ممكن تعيد السؤال تاني؟ مستر محمد بص، في اخر الشهر اخر يومين في الشهر بيجي لي كده بيقول لي شوفي الاعضاء اللي هم الراعي. تمام. بضغط على الزرار اللي بيطلع لي ده كده، بيجيني كل راعي عنده كام عضو ومشغل كام عضو، يعني نسبة التشغيل عند كل راعي. تمام. انا بعرف اطلع من التقارير، بس الخطوة دي بتبقى اسهل واسرع. انا طيب عايزه اجيبها من غير ما هي تجيلي، يعني دي انا اللي عايزه حضرتك انت اقولها. ممكن تجيبيها من خلال التقارير نفسها بناء على الحاجه اللي انت عايزاها. لو عايزه تقرير النشاط عن طريق كل عضو في المجموعه عندك، او كل حد في المجموعه عندك شغال كام واحد عنده لحد دلوقتي من اجمالي كام، تقدري توصلي لها عن طريق انك بتروحي للتقارير سواء على البيزنس اب او من خلال الويب سايت. وبعد كده بتختاري التقرير اللي حضرتك عايزاه. بدل ما هتسحبي التقرير لكودك، تقدري تسحبيه لكود العضو اللي انت عايزاه في المجموعه بتاعتك. بتكتبي كود العضو نفسه في خانه العضو اللي حضرتك عايزاه، او كود الراعي. بتكتبي الكود بتاعه، بعد كده بتعملي اكسبورت او تصدير او فتح. الريبورت نفسه يبدا يفتح لك مجموعه الشخص اللي عندك اللي انت بتستهدفيه، ويقول لك شغال كام واحد. ده تقدري تنفذيه او تقدري تطبقيه على التنشيط وعلى الناس الغير ناشطه وعلى الاعضاء الخامله اللي اشتغلوا، وكمان على الناس اللي هي ماشيه ببرامج الترحيب. ده كله تقدري تسحبيه من وعلى خلال الراعي التقارير. واقدر اسحب العضو الراعي، يعني كل واحد نشاط الراعي ده ايه. تقدري تسحبي لاي حد. يعني مثلا حضرتك عندك 2 3 داخلين في برنامج العضو الراعي، معاك الكود بتاعهم. كل اللي انت محتاجاه انك تضيفي الكود بتاعهم في التقارير نفسها، او لما بتوصلي لتقرير النشاط تحط كود العضو اللي عندك، وهيبدا يطلع لك الناس اللي اشتغلت عنده. لو عايزه اكتر الناس اللي ماشيه ببرامج ترحيب، يبقى هتروح تجيب الاعضاء الجدد، لان الاعضاء الجدد بيجيب كل الناس اللي ماشيه برنامج الترحيب الاول والثاني والثالث، وبيكتب لك قصاد كل عضو منهم البرنامج اللي هو ماشي فيه، بس مكتوب رقم. يعني هتلاقي الناس اللي في البرنامج الاول مكتوب قصاده الشهر الاول مكتوب قصاده دبليو بي 1، والناس في البرنامج الثاني مكتوب قصاده دبليو بي 2، والناس في البرنامج الثالث مكتوب قصاده دبليو بي 3. الناس اللي خلاص ده الشهر الرابع ليهم، لان هو كان شغال على السيستم القديم. لو تفتكروا ان كان عضو الترحيب عشان ياخد جديد البرنامج الثاني كان لازم في الشهر الرابع يعمل اوردر بنقطه واحده على الاقل. فهتلاقي الناس دي برضه حطيت لك قصادهم دبليو بي 4. تمام. تمام. شكرا مستر محمد. العافيه يا فندم. السؤال التالي يا جماعة. طب أنا عايز أسألكم حاجة، أنتوا عاجبكم أصلا السيرفيو أونلاين ده؟ لذيذ؟ اكيد طبعا. جدا. وطبعا لذيذ تمام. وجميل، بنستفاد بس منه. اكيد الاوفلاين اكتر لا مش لذاذة. هنلغيه. الأوفلاين إن شاء الله هيكون موجود يوم 27/9 في فندق تريومف الخليفة المأمون، وفي اسكندرية هيكون في الفرع إن شاء الله يوم 21 الشهر ده. معلش استاذ، انا عندي سؤال. انتوا ناسينا في الصعيد خالص. الصعيد والله انا قلت في اول الاجتماع ان هيكون في واحد في الصعيد. مستر باسم حجزه من بدري جدا، بس هو علشان يقدر يضمن الناس كلها تكون موجوده، فهو عامله تقريبا ما بين شهر اكتوبر لشهر ديسمبر. هو بس هيشوف الميعاد علشان المناسب قلنا في وهيعمل الصيف، واحد في وهو الصعيد. ومستر محمد قلنا في الصيف من شهرين لا كده بس كانوا خالص.
لا هي بس الفكره احنا بس ان احنا احنا عايزين عندنا الناس كلها تقدر كمان تسافر كمان. واحنا عندنا كمان مشكله ان المحافظات بتاعت الصعيد هم 10 محافظات وال10 بعيد عن بعض. احنا في سوهاج. فاحنا ما انا عارف، فاحنا بقى بنحاول يعني ان شاء الله احنا كده كده مسستمين حاجه كده على شهر 10 او 11 هنعمل مرتين وهنلم يعني. بس بقى مش هعمل في كل محافظه لوحدها، يعني هعمل في محافظه في النص، الناس اللي على اليمين يجوا والناس اللي على الشمال يجوا شويه. بعد كده هنروح لمحافظه في العمق اكتر، الناس اللي على اليمين شويه يجوا والناس اللي على الشمال يجوا شويه، علشان ما ينفعش ان انا علشان اعمل كده في كنا ال10 مستنيين محافظات. الجو يظبط شويه لانه كان نجمع صعب جدا الصعيد في كله في الحر. سوهاج. ما دي بقى على حسب، هنعمل قرعه. خلاص اكتبهم كلهم سوهاج وهم هيكسبوا. ايوه زي اسماعيل ياسين كده، ماشي. يا مستر، والجيزة برضو يا مستر، احنا ملناش اجتماعات الا كل امتى؟ كل 6 شهور لما بيبقى في اجتماع الجيزه ان اوفلاين شاء برضو. الله 27/9 هيتعمل فندق تريام في الخليفه المأمون. ما احنا عايزين جيزه حاجة هنا في الجيزة، لان في الخليفة المأمون بعيد علينا، احنا عايزين حاجة احنا الخليفه كان المأمون عندنا بعيد. كان عندنا اجتماع امبارح يعني في بتوع الجيزه. الصعيد بنقول لهم ما انا هتروحوا من حضرت سوهاج مستر بريفنج بتاع لبني امبارح. سويف، ده كتير. اوكي. انا لا ما حضرت هو بتاع امبارح، احنا عايزين اكتر يعني هنا في الساربيو، لا بص اقول لحضرتك على حاجه. الساربيو اللي فاتن بتعمله، الساربيو ده بيكون في القاهره فقط، تمام. وحتى بيكون في القاهره يعني. ما تزعلوش مني، الناس بتوع اسكندريه بيجوا، يعني الناس بتوع اسكندريه نفسهم والدلتا. بيجوا، والدلتا بيحضروا، وفي ناس من وفي ناس الصعيد بتجيلنا بتيجي. من فهو الصعيد. بالظبط، فهو مكان زي الاجتماع الربع سنوي كده. فهو يعني حته في القاهره الناس كلها لان ده بيكون يا جماعه مره كل 4 شهور، مش بنعمله مره كل يوم مثلا، ولا مره كل اسبوع، ولا مره كل شهر. فيعني لا معلش تمام من يا مستر، الجيزه للخليفه المأمون حلو يعني برضو بس مش قصدي يا مستر ساعه مثلا. المستويات الاقل يا مثلا مستر، يعني. 6 وال9 وال12 عايزين اجتماعات اكتر احنا يعني بنبتدي من علشان 9%. لا ما ده لشريحه معينه من الناس، انا ما اقدرش ادي المعلومات دي كلها لناس صغيره خالص. لا كل نوعيه من المستويات ليهم انواع معينه من التدريب. زي ما كنت بتكلم مع ناس في شرح الكتالوج وبقول ما ينفعش حد جديد لسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقعد اقول له ازاي تعمل 10000 نقطه، هيعمل لي بلوك ومش هيعرفني تاني وهيحدفني باي تمام. حاجه. ففي حاجات كده انا اللي اقصد يا واحده مستر واحده. يكون في تدريبات اوفلاين كتير بقى للمستويات من 6 و9 و12 دول، يعني تكون كتيره في الجيزه، في محافظه الجيزه ذات نفسها. بتهيألي احنا بتاع كتير امبارح كان برضو مفتوح اصلا لكل المستويات يا باسم، هي صح؟ حضرت هي حضرت ما انا قصدي يبقى في كتير بقى من كده يا مدام فاتن. ان شاء الله حاضر. ان شاء الله يا باذن مستر، الله شكرا ليك. باذن الله. لا ليه تحت هو امرك. بصراحة من أقوى التدريبات اللي الواحد حضرها، واللي فعلا بعدها أي حد يحضره هيقدر يعمل مستويات كتير، ويبدأ في الألقاب، ويبدأ في حاجات كتير كتير كويسة بجد. ميرسي قوي، مبسوطين ان هو عجبكم. أستاذ فاتن معلش اكيد يا فندم. بالنسبة للتدريب بتاع الساربيو اللي هيكون في فندق تريامف ده، ليه شروط معينة في الفترة دي ولا لأي حد من شهر 3 9%؟ لشهر 8 عاملة 9% جديد وأعلى. يعني عملت مستوى جديد تمام 9% وأعلى من شهر 3 لشهر 8 إن شاء الله. تمام، شكرا جدا. أنا عافية يا فندم. كوتش فاتن، بعد كده سؤال لو سمحتي يا كوتش. اتفضلي يا فندم. احنا كنا حاضرين مع حضرتك تدريب في فرع